السلام عليكم. عملية التسويق فيها عناصر مهمة كتير جدا، ومن أهمها عنصر التسعير. عنصر التسعير ده زمان كان بيتعمل بطريقة سهلة جدا، وهي إنك بتشوف المنتج ده كلفك قد إيه، وتشوف أنت عايز تطلع بربح قد إيه، وتقول أنا هبيع بالسعر ده. على سبيل المثال، منتج ب 100 جنيه كلفك أنت 100 جنيه، سواء في تصنيعه أو في استيراده أو خلافه. انت هتقول انا هبيعه ب 130، ويبقى انا كده بحقق هامش ربح 30% والدنيا زي الفل. الطريقه دي اسمها طريقه الكوست بلس، ودي طريقه قديمه خلاص ما عادتش تنفع دلوقتي لاسباب كتير بقى، منها التضخم اللي بيحصل باستمرار، وعدم استقرار الاسواق سواء محليا او عالميا، والترندات اللي بقت بتطلع كل شويه بتسبب تغير اذواق الناس باستمرار وخلافه. طريقه التسعير الناجح النهارده هي الطريقه المبنيه على بيانات ومعلومات عملائك. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك منتج وعايز تبيعه فعلا وتحط له سعر مناسب، الطريقة دي بتقولك انت لازم تشوف عميلك الاول، هو بيقبض كام، مستواه المادي عامل ازاي بالظبط، دخله قد ايه. طيب هو بيصرف قد ايه من دخله في المنتج بتاعك ده او المنتجات المشابهة ليه. طيب هو الشخص ده بيتأثر قوي بفروقات السعر، يعني دايما بيدور على الحاجة الأرخص، ولا مش فارق معاه هو بيدور على حاجات تانية في المنتج. كل دي حاجات هتساعدك انك انت تحط سعر صحيح ومناسب للمنتج بتاعك، يخليك فعلا تكسب وتحقق أرباح، ما يخليش الناس تبعد عنك. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق، اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.